في سوء ظن في الله عز وجل في الدقائق، حتى في سريان بعض المقادير لو ظننت أنك عليها نادم أو تمنيت غير ما حدث ده سوء ظن. حتى قيل لبعض السلف: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أشتهي، يعني نفسي ما يبقاش ليا مع الله عز وجل إرادة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والمحب ليس له مع حبيبه إرادة. ما قضاه سبحانه وتعالى هو حبيب إلى قلوبنا. دي رتبة عالية يحتاج الإنسان أن ينظر إليها. علاج سوء الظن بالله عز وجل من خلال الآية نفسها. لكن قبل ذلك لعله مما أستدركه وفاتني التنبيه على تصدير الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند. وحينما يذكر الله عز وجل نفسه ويصدر بهذه العظمة في القرآن أو في السنة من خلال الأحاديث القدسية يعني، أو مما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لله عز وجل، تعلم أنه عمل فريد، عمل مستعصم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، عمل مستعصم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عمل مستعصم. إن الأمم تتكالب على القرآن عشان تحرف فيه حرفا ما يجيش، تغير نسخة ما تكشف. والذين يؤولوه على غير ما هو يفضحون، وإن كان الباب ده يكون أيسر لكن يفضحون أيضا. وإنا له لحافظون. فكذلك أنا عند ظن عبدي بي. ما هو المعنى العظيم جدا في تصدير هذا الحديث؟ إن أصل الظن عمل قلبي، أصل الظن في القلب. فإذا انعقد الظن في القلب كان أخفى من السر ودقيق الهواجس، حاجة خفية جدا جدا. فيعلمك الله عز وجل أنه يطلع عليه منذ ولادته. أول ما ينعقد أول ما ينعقد سوء الظن في القلب فالله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلمه قبل أن ينعقد ولا لا؟ سنصدر حدوثه يعني أول ما ينعقد يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الأخفى من السر. وده أمر مبهر. عارف سيدنا أبو سفيان بن حرب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، سيدنا أبو سفيان كان لا زال الإسلام لم يقع في قلبه، يعني أسمح لك وخلاص. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام جلس أبو سفيان بن حرب ينظر إلى الكتائب وهي تدور، تدخل الكتيبة تلو الكتيبة تلو الكتيبة وهو ينظر إليها. أبو سفيان بيقول كده رضي الله عنه، قال: فجال بخاطري لو أنني جمعت رجالا فقاتلت محمدا. بيقول في نفسه قاعد كده بيقول: لو أنا أجمع، دخول مكة ده كان صعب عليهم جدا. فقال: لو جمعت جمع كده وعملت أي حاجة بس ما سلمش بالشكل ده يعني وقاتلت محمدا، قال: فشعرت ببرد أنامل رسول الله بين كتفي وهو يقول: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله ما اطلع على ذلك أحد قط يا رسول الله. محدش يعرف كده أبدا. عرفت منين؟ جبريل روحهم بها أتاهم. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ملوش إنه يعرف ده، وإنما أخبره به أخبره به الله عز وجل.